عزيزي الرايق، اهلا بيك. بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايف الساعه دي؟ الساعه الترند اللي كسرت الدنيا، اللي السكرول بتاعها بيطلع بكاميرا وفيها شريحه، بتركب لها شريحه. الساعه دي احنا جبناها وهنراجعها بتفاصيلها كامله بمميزاتها وعيوبها في الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. يلا بينا عشان ما نطولش الفيديو، نبدا مع بعض. وما تنساش تعمل اللايك الجميل وتشترك في القناه لو عجبك المحتوى، وتدعي لاخواتنا في غزه العزه والكرامه. ويلا بينا. عزيزي الرايق، مبدئيا كده ده شكل كرتونه الساعه، وزي ما هو موضح من الرسم اللي على الساعه، فالساعه دي بتيجي بشريحه، وبتيجي السكرول بتاعها فيه كاميرا، وفيها اب ستور، تمام، وفيها واي فاي. ودي الحاجات المهمه اللي هو كاتبها لك على الكرتونه. ملهاش اسم محدد ولا شركه محدده، هي ساعه صيني طبعا زي كل الساعات الكوبي. واتش الترا، تمام، كولر فيرجن. فتعالوا مع بعض نفتح الكرتونه كده ونبص على المحتويات بتاعتها. بسم الله. اول ما بنفتح الكرتونه بنلاقي اتنين مانوال، تمام. واحد بيشرح تفاصيل الساعه كامله وازاي بتركب الشريحه وتركب الشاحن ازاي، والتاني طبعا فيه شويه معلومات عن امكانيات الساعه، معلومات خفيفه جدا او بسيطه جدا عن امكانيات الساعه. بعد كده عندك شايفين دي شهاده ضمان، بس طبعا انتوا عارفين الساعات الصيني كلها مبقاش لها وكيل في مصر، مالهاش ضمان في مصر. وعندك سكرينه، دي حاجه كويسه جدا، جاي معاها سكرينه جيلاتين زي ما انت شايف كده. وعندك كمان جاي دي بتاعت ايه؟ دي الساعه عندنا بتيجي بشريحه، فده مفتاح الشريحه، مفتاح الشريحه ده مكان الشريحه. مع بعض كده بنيجي مدخلين ده كده وساحبين كده، فده مكان الشريحه. تمام تمام. طيب، دي طبعا الساعه بتاعتنا بمقاس 49 من نوع الترا، وجاي معاها ستراب لونه اورنج، ستراب واحد. والشاحن الماجنتيك، والشاحن مش وايرلس، الشاحن 2 بن. الماجنتيك بتاعه برده كويس، هو في ماجنتيك بس طبعا 2 بن، مش عن طريق الوايرلس، عن طريق الاثنين بن دول اللي انت شايفهم دول اللي لونهم نحاسي دول. تمام تمام. شاحن يعني بيمسك بشكل كويس، تمام. ودي محتويات العلبه بتاعت الساعه اللي بشريحه الترند اللي مكسره الدنيا. تعالوا بقى نتكلم مع بعض الاول عن شرح القوائم بتاعتها. طبعا الميزه الاساسيه في الساعه دي ان احنا بنفتح السكرول كده ونلفه كده، بنلاقي هنا الكاميرا، وهنجربها دلوقتي مع بعض. خلي بالك احنا فتحناها كده عشان ندخلها تاني، نلف الناحيه التانيه ونزق الجو. تمام تمام. طيب نفتح بقى الساعه مع بعض. الساعه يا جماعه بتفتح بنفس الشكل اللي انتم شايفينه على الخلفيه دي، وانا ملاحظ مبدئيا كده ان جوده الشاشه مختلفه وحلوه عن معظم الساعات، اللي بشريحه اللي جربناهم هنا على القناه. شاشه تكاد تكون اميلود، مفيش معلومات صريحه ان هي اميلود طبعا على الكرتونه او في المنيو، فتكاد تكون اميلود. الكواليتي بتاعها حلو جدا. عمال اشكل لك واجيب لك الوان اهوت علشان تبقى شايف بدون اي تعديل خالص. بص كده، شوف اللون الاسود، بص كده. الوان الشاشه بصراحه مميزه جدا. طبعا دي الخلفيات. بص بقى الانيميشن، بص الانيميتد، بص كده. فالشاشه بصراحه في قمه الروعه، عجباني جدا جدا. وشويه خلفيات جمال قوي قوي. الخلفيه دي حلوه قوي. طيب، ده بالنسبه لجوده الشاشه، فجوده الشاشه هنا مبدئيا ممتازه. الحاجه اللي بعد كده عندك زرار كده، زرار تاتش كده، شايفه؟ ده بتدوس عليه بيجيب لك، انا عايز برضو لازم نغير الخلفيه عشان خاطر ايه يظبط معانا. نجيب الخلفيه دي. ده بيجيب لك شويه حاجات كده زي السطوع بتاع الشاشه، تقدر توطيه وتعليه. زي الكاميرا، انك تقدر تقلب الكاميرا. زي الصوت، تعمل صامت، تعلي الصوت، توطي الصوت. تمام. ودي حاجه برضو من الاوبشنات الجديده والحلوه واللي اول مره اشوفها. طبعا الساعه بمقاس 49، لوك معدن، 4 مسامير في الظهر. الساعه السمك بتاعها طبعا مش زي الالترا، عريضه سنه. تمام. هي شبه الالترا 2 بالظبط، بس الظهر فيه انبعاج كده يعني كبير شويه. تمام. زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، الشاحن بن مش وايرلس، بمقاس 49 طبعا. خش بقى على الميزه الثانيه في الساعه. الميزه اصلا اللي الناس بتجيب الساعه دي عشان تدور عليها، وهي ميزه الكاميرا اللي بتطلع من السكرول. وبنيجي شادين بقى السكرول كده كده، احنا فعلنا الكاميرا، في كاميرا اشتغلت معانا. الكاميرا دي بتلف معاك 180 درجه. يعني مثلا اولنا السيلفي، انا يعني قدام منك اهوت، دي كده شغاله سيلفي. ممكن نلفها بقى 180 درجه. بص كده، طب انا جبتها ورا كده وعايز اصور ولقيت الشاشه مقلوبه، ادوس هنا تعدل معايا الشاشه. وصلت كده.
دي مش بتقلب سيلفي وبتقلب الكاميرا الخلفيه، لا دي بتقلب معاك الصوره نفسها. ودي برضو حاجه ما اتنسيتش. بص كده، حد تقدر تلف لحد كده كده ال 180 درجه. تمام. بص بقى نلف تاني، نرجع تاني، بص بص بص، نرجع تاني، نرجع تاني، لقيت ان انا مقلوب، اجي عادل نفسي. تمام. بالنسبه لجوده الكاميرا، فالكاميرا طبعا مش افضل حاجه، الجوده بتاعتها مش افضل حاجه، وانا متاكد ان احنا لو صورنا صوره دلوقتي يعني هتبان برضو ان هي مش افضل حاجه. انت ممكن تكون شايفها كويسه، يعني انت ممكن تكون شايف دلوقتي ان هي كويسه. بص كده، دي جوده الكاميرا، بس الى حد ما شغاله. يعني شغاله لو عايز تاخد سكرين على السريع او تصور صوره على السريع فهي شغاله. يعني الاوبشن ده مش جوده الكاميرا عاليه، لان طبعا كاميرا صغيره جدا ما فيهاش اي امكانيات ولا فتحه عدسه بقى ولا الكلام ده، لكن هي شغاله. ودي الميزه الثانيه معانا في الساعه نفسها. تعالوا بقى نقفلها، لازم نلفها كده عشان نعرف نقفل. كده قفلت معانا. ده الوظيفه الوحيده بتاعت السكرول، اللي هي الكاميرا الجانبيه. تمام تمام. ندخل بعد كده على موضوع الشريحه. وزي ما اتفقنا في اول الفيديو ان احنا بنطلع الشريحه بالمفتاح ده، وما تحاولش تطلعها بضفرك او باي حاجه حاده. هو ده هيطلع معاك المكان بتاع اللي بتركب فيه الشريحه. زي ما انت شايف كده، ده المكان بتاع الشريحه. خلي بالك وانت بتشيله، وخلي بالك وانت بتحطه في المكان بتاعه، لان طبعا التجويف ده تجويف كبير شويه، مش مباشر على المكان اللي بيركب فيه الشريحه. فخلي بالك جدا جدا، لان هو برده صاج وضعيف. بص كده، بنركب الخط بالشكل ده، وبندخله برده بالشكل ده بالراحه كده، واحده واحده، لحد ما يدخل معانا يعمل التكه اللي انتوا شايفينها. كده احنا حطينا الخط. هل قرا معانا الخط؟ لسه. طيب احنا كده لازم نقفل الشاشه او نقفل الساعه ونفتحها تاني. ريبوت. بعد ما الساعه فتحت معانا، لو نزلنا الستاره من فوق كده هنلاقي الخط جاب معانا 4G زي ما انتم شايفين كده. قرا معانا شريحه اهوت وجاب 4G. تمام تمام. طيب ده بالنسبه لثالث ميزه معانا في الساعه. طيب لو دوسنا كده هيقفل معانا. طيب يا محمد، امال نخش على القائم ازاي؟ تسحب يمين. طب امال لو سحبنا شمال، لو احنا بره كده وسحبنا شمال هيجيب لك شورت منيو نفس اللي بتيجي في اي الترا يعني. طب لو سحبنا من فوق هننزل الستاره زيك زي اي موبايل. زي اي موبايل، في الواي فاي، في البلوتوث، في كذا حاجه، وضع الطيران، بطاريه. ولازم يا جماعه بص، السمارت سيفنج مود ده فعله عشان تحافظ على البطاريه. بطاريه صغيره جدا على امكانيات مهوله، فالبطاريه مش هتغيب معاك، فلازم تفعل الخيار ده. طيب لو سحبنا من تحت طبعا بيجيب لنا اخر حاجات احنا فاتحينها زي الموبايل بالظبط يا جماعه. طب نخش على القائمه كده. فانت هنا بقى يا معلم زيك زي اي موبايل، زيك زي اي موبايل. عندك آلة حاسبة، عندك مسجل صوت، تمام، عندك الاعدادات، عندك الكاميرا. طبعا لو فتحنا الكاميرا مش هتفتح معانا، احنا قافلين الايه، اللوك. بص كده، جايبه معانا، هي فاتحه بس جايبه معانا ايه، ان هي جوه، يعني جوه الحافظه بتاعها. تمام. عندك موسيقى، لان طبعا الساعه ذاكره 16 جيجا، ذاكره داخليه 16 جيجا، فاقدر اسجل عليها فيديوهات وصور مفيش اي مشكله خالص. عندك هنا البوصله، عشان ما اطولش عليك، يعني زيك زي اي موبايل. جاليري، تقدر برضو تضيف الصور اللي انت عايز. عندي الصور اللي انا مصورها اهيت. طب والسكرينات، عندك بقى نظام المكالمات، جهات الاتصال، تقدر تضيف جهات اتصال زي ما انت عايز. لو دوسنا كده تقدر بقى تضيف من هنا جهات الاتصال وتسجل زي ما انت عايز على الشريحه، برضو تسجل على الفون، تسجل عادي خالص مفيش مشكله، كانك بتستخدم موبايل اندرويد بالظبط. والساعه هتلاقيها جايه باندرويد 8.1. هنحدثه مع بعض، اكيد نازل له تحديث. نربط بس واي فاي كده عشان نجرب مع بعض بقى الجوجل بلاي والصوت والتطبيقات والحاجات دي. بس انا بشرح لكم بس الاول ان دي زيها زي الموبايل بالظبط. تقدر تضيف ايميل جوجل وتشتغل هي الموبايل. تمام. مش هقعد اشرح لك قوائم، لان يا جماعه دي مش ساعه بتتربط على الموبايل، لا فيها كل حاجه موجوده في الموبايل، سواء سيستم مكالمات، سواء جاليري، سواء ذاكره داخليه ورام، رام 2 جيجا، ذاكره داخليه 16 جيجا. غالبا برضو في منها نسخه 64. عندك كشاف، عندك آلة الحاسبه، كل الحاجات الموجوده في الموبايل موجوده عندك. هنجرب مع بعض ايه تاني؟ هنجرب مع بعض الصوت. تعالوا بس الاول نربطها بالواي فاي. تعالوا يا جماعه بقى نوضح حاجه مع بعض كده قبل ما نجرب الصوت، هي حاجه خاصه بالصوت برضو. بص، المايك بتاع الساعه ممتاز والسبيكر ممتاز جدا، بس في حاجه مش عارف ده ليه، يعني هي غريبه بالنسبه لي واول مره اشوفها. المايك في دي، في الحته اللي بتطلع بتاعه الكاميرا، مش عارف ازاي. انا مش عارف ازاي ليه انا بقول كده. تعالى كده نسجل ريكورد. انا كده بسجل ريكورد عادي جدا.
هتسمع صوته هيبقى تحفه. تمام، صوت المايك رهيب جدا. الصوت بتاع السبيكر ممتاز، ممتاز قوي 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 يعني. لكن في حاجه بقى، انا لو قفلت دي اللي قدامي مش هيسمعني. غريبه جدا، مش عارف ليه، انا مش فاهمها. بس ايه دخل المايك او ايه ربط المايك بدي؟ كده هتسمعني وزي الفل ومية مية. تمام، لو بكلمك اقفل دي، الجوان ده بيقفل على المايك تقريبا، مفيش مكان لاخذ الصوت او لتدخيل الصوت يوصل المايك غير من هنا. فلازم تفتح دي وانت بتعمل مكالمه او انت بتسجل حاجه على الساعه. تعالى بقى نسمع الريكورد اللي سجلناه ده. انا كده بسجل ريكورد عادي جدا، هتسمع صوته هيبقى تحفه. تمام، صوت المايك رهيب جدا. الصوت بتاع السبيكر ممتاز، ممتاز قوي 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 يعني. لكن في حاجه بقى، انا لو قفلت دي، بص كده انت مش سامعني. يعني كده انا قفلت المايك. حاجه غريبه جدا. بس صوت المايك حلو وصوت السبيكر حلو، هي بس النقطه الوحيده او الملحوظه الوحيده اللي قلت لك عليها دي. انا كده جربت لكم يعتبر المايك والسبيكر يعني، فمش هنحتاج نعمل مكالمه ولا حاجه. تعالوا بقى نجرب السبيكر في مشاهده المحتوى. طبعا احنا عملنا ايميل على جوجل بلاي، نقدر بقى ننزل تيك توك، نقدر ننزل فيسبوك، نقدر ننزل اي ابلكيشن انا بستخدمه على الساعه، مفيش اي مشكله خالص. احنا معانا ذاكره داخليه 16 جيجا. تمام، والساعه كمان بينزل منها 64 جيجا، فعادي مفيش اي مشكله خالص. يعني انا مثلا نزلت اليوتيوب، بما اننا بقى نشوف ونقدر نشغل اي فيديو على اليوتيوب، مفيش اي مشكله خالص. طب ايه يا عم محمد اللي يختلف؟ صوت برضو كويس يا جماعه، الصوت بتاع المشاهده المحتوى كويس. السماعه دي صغيره شويه. قبل ما اقول لك بقى خلاصه تجربتي مع الساعه دي وايه اللي عجبني فيها وايه اللي ما عجبنيش، الفيديو ده فيه جيف اواي. الجيف اواي عباره عن ايربودز برو 2 خامه محترمه جدا. لو الفيديو ده وصل ل 1000 كومنت هختار واحد من التعليقات اكسبه ايربودز برو 2 بجوده محترمه جدا، وهتجي لك لحد البيت يا معلم بدون ما تدفع ولا جنيه. نكمل بقى كلامنا. رايي في الساعه دي ايه؟ الساعه دي كانك بتستخدم موبايل صيني بالظبط. كانك بتستخدم موبايل صيني من الموبايلات الصيني اللي كانت بتنزل ذاكره 16 جيجا ورام واحد او رام 2. ده خلاصه التجربه، مع اوبشن الكاميرا بقى، الحاجات الجديده دي. تمام، مع جوده شاشه كويسه، مع شكل الساعه السمارت. تمام، الالترا 2 حاجه محترمه جدا. الساعه بتسخن الى حد ما، وده طبيعي في كل الساعات بتسخن طبعا مع الاستخدام. استخدمتها ساعه ورا بعضها او ساعتين زي ما انا طبعا كنت بصور الفيديو ده، فاستخدمتها فتره طويله. وبرده وانت رابط الساعه على الواي فاي فالبطاريه بتنزل بسرعه، وده طبيعي جدا، ده طبيعي خالص. اي شيء او اي منتج في الدنيا وانت رابطه على الواي فاي هتلاقي البطاريه بتستهلك بسرعه، عكس من يكون مش شغال نت او مفيش داتا شغاله عليه. ما عجبنيش الحته بتاعه المايك، ان انا لازم اشد دي كده عشان اتكلم او عشان اسجل صوت. دي ما عجبتنيش، بس برضو مش هتلاقي منتج كوبي متكامل. خليني صريح معاك، الساعه دي مقارنه بسعرها، على فكره سعر الساعه دي بيتراوح من 2400 جنيه لحد 2800 جنيه. هو ده رينج تداولها في السوق كله بعد ما سالت في كل الاماكن، يعني في مختلف بقى الستورز نفسها وعلى امازون ونون والحاجات اللي هي حاليا مقاطعه دي. تمام. بس يا معلم ده رايي. عايز تعرف حاجه اكتب لي في التعليقات. يا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومه. موبايل صيني بس على صغير، مع اوبشن الكاميرا، فيها شويه حاجات حلوه، صوتها حلو، صوت المايك حلو بغض النظر على الحته اللي انا اتكلمت فيها من شويه. تنفعك لو انت داخل في مكان ما فيهوش ممنوع تشيل الموبايل. تنفعك لو انت عندك طفل مش عايزه يشيل موبايل، عايزه يشيل دي في ايديه كده يكلمك منها. حاجات خفيفه، استخدام خفيف. اقدر اقول لك ان هي تنفع للاستخدام الخفيف. بس يا معلم اشوفك فيديو جديد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، ما تنساش الجيف اواي سماعه ايربودز برو 2 هديه لو وصلنا هنا على الفيديو ده ل 1000 لايك، وهنختار من التعليقات بشكل عشوائي باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.